والله عليم حكيم. الحمد لله لا معنا سبحانه وتعالى. جزاك الله خير شيخ أسامة. صراحة إخواني قرآنك marka cod macaan lagu akhrinayo kama dharkiisid waxyaabaha hadda saameyn badan quraanka u yeelanayo marka majaalis quraan ku akhrino dad badan ilaahay ku caafiyay quraankaas kor loo qaaday qofku dhageysanayo qofka quraanka duu dhageystay iimaanka uu kordhayo ma min ahad majru meeshan imaaday ila wuxuu yiri quraanka marka la isaaray waan qaboobay qalbiyana u qaboobay maskaxiyana u qaboobay quraankii baa igalay sababtu maxay tahay waagii hore waxa la sameyn jiray quraanka marka qofka la saarayo todoba macallimiin soo imaanayso mid walba asaas maqashiinay bas ninka la saarayo quraanka waa dhamay ka cunbo maqla mooyaan ajis iyo wuxuu meesha dareema inuu hurdo oo san yani saameyn ku yeelan quraanka iyo baraka akhrintii iyo baraka kor loo qaadayo lagu maqashiinayo faa'iidooyinkaas badan markay kulmeen ilaahay fadliga subhanahu wa ta'ala ilaahay wax badan buu runtii barhaan badan buu naga tusay mideeda kale qofka quraan akhrinayo maalan codku macaanayna oo cod macaan intuu tabartiisa isjiijiida oo cod fiican raadinayo dadku way ku caynayaan waxaa la yidhi ninkan riyaa naas u yeelaalaya waxaa istatusuu wada yaa akhi quraanka in la codka lagu macaanay nabiga amray الله جعل من لم يتغنى بالقرآن فليس منا حديثا بوجري تغنوا بالقرآن قرآن كعدكم معانية وحويان كقرحية إلهي النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى تسمع حد دليلك غفلا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يا هبنت كناي عد معانك وأخرنا القرآن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وشو ما شمر يعدك مقلي ويستاقي عبار ودقستي وكرة عيستي وقال مركو كبري وحكوري نبي أبو موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود هل آل داود عدكودي أوكلا لغسيي إلهي أقوم هدعي وعيري مركب أبو موسى والله يقول استتصمينا مركب وعيري والله هدان أغان لها إنا أريد سلس سفي عنه أنت كفي عنه وآخر الله نبينا آدم غفره عليه الصلاة والسلام. طيب كلام البشر وحبك ما قال يا أخي أنت تقرأ الكلام كلام من كلام الله تقرأ لمن لأجل الله وحيل الروح الغنو حسن صوتك بالقرآن قرآن كمركز صوت حلاوة الإمام الجزري وكهلاي والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا قرآن كتجويد هو أخريه وعدكم معاه هو أخريه وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مركو دهي مركا إمام الجزري القرآن قاعد له أخريه ساسو كسودي وعدك معان ماذا دهي مقلة وحودي إنه حتى شيخ علماء كما يضعوا ملينا عن دقي سنة ويهدي عدك هذا الحين عدك هتجنني والمحادة عين دخل القرآن كأنه عيانوي هذا عدك ما في عنه عد في عنكم ما قرنيس تجد ما قرنيس مساعد كأبني صفطه قف عدك يسمعانه الورع السنة بني وبني ما القرآن كمرك حق سلسيو أنوار سودينا إيمانيات وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون القرآن كمرك حق سلسيو غالب في عنا خنايو معانا دريني القرآن كان على نساء آيات لا سعونيسا أظن معناه ذكرني هي اسبدل أبو لماذا؟ لأن القرآن حكي سوسي وعدك معان وكان محمد اللغينا يسعدسي واستاجيوي نبي يقول اسكال لغينا يسعده محولا استاجي إنه دقيستو عدك عن معان أبو موسى كو أخرناي مركوا عدك إن لغو معاني القرآن كوا مطلوب
وحكى له مطلوبة إن أوهن سككين وينكم هسيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أسقى ولو باني مطلوب قفكان وين سككين كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام أما كان كوا وحكاشي جاي أسيء تعالى وحبك مجري هذه طريق النبي أوامر النبي قال عليه الصلاة والسلام من قف كستو أنتو قرحين كرو عد كيسكو قرحين كرو قرآنك عد وناكسن إلهي ويدي سنكرو عد نن عد وناكسن وداجين كرو فليجتهد